3 انواع من البشر هيظهروا لك اول ما يحصل لك موقف. وانا هنا مش بتكلم على المواقف الحلوه، لان الناس جميله قوي في المواقف الحلوه. انا هنا هتكلم عن المواقف الصعبه، ازمه، مرض، اكتئاب، حزن، اي شده انت بتمر فيها هيظهر لك 3 انواع من البشر. النوع الاول الانسان اللي هو عنده فضول اللي هو يعرف انت فيك ايه مالك. واول ما يعرف هم حاجتين الاتنين هيعملهم. فضوله بقى هيقول له بقى عيب بقى، يعني احنا نجامله بقى، نواسيه من باب المجامله، يعني اللي عرفنا. وفي نوع تاني من الفضولي ده اللي هو يعني مش هيقلل حجم الوجع اللي انت فيه، وان هو ايه يا عم انت فيك ايه، يعني الناس اكتر منك وانت في ايه فوق، فمش هيحس بالوجع اللي انت فيه. النوع التاني اللي هو ايه هيسأل من باب المجاملة، هو عادي، انت بالنسبة له مش فارق معاه، بس هو ايه يعني ايه هيواسيك وخلاص، مرة كده وتلاقيه اختفى خلاص راح لحاله خلاص يعني. النوع التالت اللي انت ممكن تلاقيه اصلا من ناس انت ما كنتش متوقعها، يعني هتلاقي ناس انت ما كنتش متوقعها هتلاقيهم ممكن في النوع التالت ده، اللي هو هتلاقيه هو مش همه ان هو يعرف انت فيك ايه، هو همه ان هو يقف جنبك، يسندك معنويا، يقف معاك، يساعدك لحد ما تطلع من الأزمة دي. كل ما يعرف تفاصيل كل ما هيساعدك أكتر، ويبقى عايز يعرف أكتر إزاي يساعدك أو إن أنت تطلع إزاي من المحنة دي. صدقوني يا جماعة والله العظيم، معدن الناس وأصله بيبان من مواقف ومن الشدة. تعرفوا الناس منين اللي عندها أصل؟ من المواقف الصعبة مش الحلوة، لأن الحلو كله بيبقى حلو مع بعضه، إنما المواقف الصعبة هي اللي هتبين لك الناس اللي حواليك، وهتقعد بقى تنقي كده منهم مين اللي صح ومين اللي وحش ومين اللي وقف جنبي ومين اللي موقفش جنبي. يعني بنحاول نقلل من الدايرة، بنطلع من الناس الصادقة اللي هي عندها صدق في مشاعرها وفي إحساسها، وإن هي تكون يعني عايزة تساعدك بدون اي حاجه، مش محتاجه ان هي تعرف تفاصيل. فامسكوا قوي في الناس دي، لان الناس دي مش كتير، هم قليلين جدا.